تعالوا نعمل ونجرب مع بعضنا المكرونة التركي الترند، طبعا كلكم شفتوها. وهقول لكم بقى بصراحة هي تستاهل التجربة. انا جربتها لان انا شفت مكوناتها حلوة كده وجميلة وخفيفة مناسبة للحر. بس الطعم بقى في النهاية هقول لكم يعني هي ولا المكرونة المصري. وعملت كمان المكرونة المصري بتاعتنا الطبيعية خالص بالصلصة، وهقول لكم انهي واحدة الاجمل بكل صراحة في اخر الفيديو. تعالوا كده معايا. نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت شوية من زيت الزيتون قبل ما يسخنوا قوي، نزلت عليهم باللحمة وزي ما انتوا شايفين خليت اللحمة تتشوح كده في الزيت شوية. هي الترند الوصفة اللي معمولة في الترند معمولة بزيت الزيتون، فانا جربتها بزيت الزيتون. لو مش متاح استخدموا اي زيت عادي لو حابين تجربوها. ومعايا بصلتين كبار فرمتهم زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى كده بالتوابل. ومعايا قرن فلفل كده اختياري، اي لون متاح عندك حطيه. فرمته برضو وحطيته. حطيت فلفل اسمر، بهارات اللحمه شويه، كله ربع معلقه ربع معلقه، وشويه ملح صغيرين مش كتير. وحطيت كمان شويه بابريكا. التوابل بتاعتها بسيطه قوي، يعني التوابل المتاحه عندك فلفل اسمر، البهارات اللحمه اللي عندك الموجوده، او السبع بهارات، اي حاجه متاحه عندك. اهم حاجه طبعا الفلفل الاسمر. وحطينا كمان شويه من البابريكا. هسيبهم بقى كده يتعصجوا مع بعض، وهكون فارمه قرن فلفل كده احمر هنزل بيهم، يعني حاجه كده تعزز اللون معايا. بيدي طبعا طعم حلو، وكمان بيدي لون حلو. طبعا لو متاح فلفل الوان بيكون حلو قوي في العصاج بصراحة، من الحاجات اللي بتديله طعم حلو ولون، وكمان بتضاعف الكمية. معايا بقى هنا كيلو من المكرونة، اللي هي المكرونة دي اللي انتوا شايفين تقريبا اسمها صدف او صدفية، حاجة زي كده. زي الاسم حاجة زي كده، انا مش متذكرة الاسم قوي لان انا مش بجيبها كتير. طبعا اللحمة بتتعصج معايا والمكرونة في نفس الوقت. هي الاكلة سريعة قوي سهلة قوي، يعني بجد من الحاجات اللي هي مناسبة للحر ومش بتقفي في المطبخ كتير ومفيش مواعين كتير. ليها مميزاتها بصراحة. بس برضه هنشوف في الاخر هي الاحلى ولا المكرونة المصري بتاعتنا. معايا بقى الصوص الجميل الحلو قوي التركي اللي هنحطه على وش الأكلة بتاعتنا، على وش المكرونة والعصاج. معايا 3 فصوص من الثوم، 3 علب زبادي، نص كوباية طحينة. ممكن ما تحطوش الطحينة عادي، بس هي الطريقة معمولة كده وانا بعملها زي ما هي معمولة. تمام. هقلب بقى كده الخليط ده كده كويس قوي. ممكن نحط عليه شوية خل وعصرة ليمون. انا حطيت شوية خل وعصرت ليمونة صغيرة. احط شوية ملح، وهتبل بقى بشوية فلفل اسمر وبابريكا عندي اساسي بحب لونها قوي في الاكل. وهقلب كده المكونات، واكون محضره جنبي كوبايه ميه. هقلب كده المكونات كلها. الصوص ده بارد قوي حلو قوي مناسب للحر اللي احنا فيه ده بصراحه. قلبوا بقى كده المكونات كلها مع بعضها، وزودي ميه بالتدريج. يعني انا محضره كوبايه ميه، هنزل واحده واحده، مش هنزل بكميه الميه كلها. لو وصلتي معايا لحد هنا حطيلي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. انا مش من الناس اللي هي بتبقى متابعه ترندات والكلام ده، بس انا بحب الاكل التركي بصراحه، بحب وصفاتهم. ولقيت الوصفه دي حلوه ومناسبه، يعني مكوناتها حلوه مناسبه، يعني مش اللي هي مختلفه. ممكن الواحد فعلا يجربها. وهقول لكم برضو على النتيجه. ولقيتها مناسبة للحر، مناسبة كمان للي عاملين دايت. حلوة يعني، لقيتها حلوة يعني حسبتها كده لقيتها مناسبة في جميع الحالات. طريقة بقى المكرونة الأكلة دي سهلة قوي. احنا كده خلصنا الأكلة بتاعتنا. هجيب بقى كده نص كيلو من المكرونة، هحطه كده في حاجة تكون واسعة شوية، وهنزل باللحمة اللي أنا عصقتها جميلة وطعمها حلو قوي. شايفين يعني بساطة وسهولة مفيش بعد كده. يعني كانت احسن حاجة عجباني في الترند ده انه البساطة بتاعته والسهولة. هجيب بقى الصوص الجامد ده الحلو فعلا في الحر، وهنزل بيه على كده. هنزل بكمية حلوة، انا ما استخدمتوش كله، بكمية كده تكون حلوة على العصاج. وهنيجي بقى نعمل الطشة الحلوة بتاعة المكرونة، وهي طشة بسيطة قوي 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 يعني. معايا شوية زيت زيتون حلوين، يعني هي معمولة بزيت الزيتون، فانا ماشية للاخر معلقة كده حلوة برضو مليانة من البابريكا. هديهم بعد طبعا ما الزيت يسخن. هنزل بالبابريكا. ومعايا لو في، طبعا انا غشيت في الحتة دي،
هُم مستخدمين صنوبر أو صنوبر حاجة زي كده. أنا بقى حطيت المكون الطبيعي المصري بتاعنا المتاح عندنا كلنا واللي كان متاح عندي، خدت كده شوية صغيرين من الفول السوداني بس مش أكتر من كده، وقلبتهم في الزيت مع البابريكا وجيت حطيتهم كده على وش الأكلة الجامدة اللي أنا هاقول لكم برضه هي ولا المكرونة المصري بتاعتنا بصراحة، بصراحة. وكده الأكلة بقت جاهزة، ودي المكرونة الترند التركي اللي قلبت الدنيا الفترة اللي فاتت، يعني يمكن من أول مرة أستخدم ترند، بس هو زي ما قلت لكم مكوناته عجبتني ولفتت نظري كده، فقلت طب أنا هجربه وهقول لهم بصراحة هي طعمها عامل ايه. هقول لكم بقى كده تعالوا، أنا عشان طالما بعمل حاجة جديدة لازم أنا أكون مأمنة نفسي. خدت كده شوية من اللحمة، ما حطيتش النص كيلو كله على المكرونه على الوصفه الاولى، خدت كده شويه صغيرين تقريبا 3 معالق او حاجه زي كده على نص كيلو مكرونه الباقي. وفي نفس الوقت في نفس الوقت وانا واقفه عملت كده شويه صلصه على طول وحطيتهم بقى كده، وهنقلب وشطشطوها بقى وقلبوها كده. دي المكرونه المصري بتاعتنا الجميله السريعه قوي قوي الفظيعه اللي هي برضو مناسبه للحر بصراحه. طيب إيه اللي عجبِك بقى من نوعين المكرونة؟ هاقول لكم بقى بصراحة النوع الأول حلو، مش أوي، يعني هو حلو، يعني المكرونة التركي حلوة، بس المكرونة بتاعتنا المصري لأ، ما حدش ينافسها بصراحة، يعني المكرونة مع اللحمة مع الصلصة مديّة طعم حلو أوي. هنا المكرونة حلوة، حلوة أوي ومشبعة، ما تقدريش تاخدي منها تحسي إن هي تقيلة كده، وفي نفس الوقت مناسبة للحر، ما تعرفيش إزاي.